ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة. والنهاردة عندنا صوتين جداد، مش صوت واحد، اوكي؟ وهو صوت الدي، د د د. احبال الصوتية بتتحرك د د د، اوكي؟ والصوت التاني معانا وهو صوت التي، ت ت ت. احبال الصوتية ما بتتحركش خالص، اوكي؟ يبقى صوت الدي هو الصوت الفويسد، تمام؟ احبال الصوتيه بتتحرك فيه. اما صوت التي، ت ت ت، احبال الصوتيه ما بتتحركش فيه. خلونا نشوف كده بعض الكلمات ونتمرن عليها. الدي والتي at the beginning of the word، اوكي؟ ولو انت غيرت الصوت اداك معنى تاني خالص الكلمه. يعني هنا عندنا كلمه do، د قصادها to، do to. die tie. dear tear. dean teen. أما بقى بالنسبة للدي والتي at the end of the word، okay، فهنا هتكون said sit، heard hurt، bad bat، and ant، sad sat، nod not، ride right. أخدنا بالنا من الفرق. خلونا نشوف بقى الدي والدي عندنا هيها دي، ملهاش أي أصوات تانية، سواء جت في الأول جت في الآخر، هي نفس الصوت، ما اختلفتش، أول زي في الآخر زي في النص. ده بالنسبة لحرف الدي، أوكي؟ فخلونا نتمرن كده شوية عليه. dead، develop، day، doctor، determine، ما اسمهاش determine، determine، death، dance، division، deal. أما بالنسبة لصوت التي وصوت التي، هو عندنا ليه 4 حالات. أيوه 4 حالات. أول حاجة هي الريل تي، والريل تي اللي هي تي هي تي، فده الحالة العادية خالص هتتنطق عادي. تاني حالة عندنا وهي الفلاب تي، والفلاب تي اللي هي التي بتبقى زيها بالظبط زي صوت الدي. أما تالت حالة وهي السايلنت تي، واللي احنا ما بننطقهاش، we don't pronounce the T sound، اوكي؟ ورابع حالة وهي الجلوتال ستوب or الهيكب تي. والجلوتال ستوب دي معناها الهمزة أو الهيكب اللي هي الزغطة. أيوة التي هتتنطق زي كأنها بقول خلونا نشوف ونبدأ بأول حالة وهي الريل تي، والتي هتبقى هي التي. أول حالة عندنا هو صوت الريل تي. التي هيها تي. طب أنا التي هتيجي إمتى تي؟ لو جت في أول الكلام at the beginning of the word أو في stressed syllable. هتقولوا لي يعني إيه stressed syllable؟ يعني at the beginning of the word إحنا عرفناها في بداية الكلمة، زي كلمة top وterminology وto. التي هنا جاية في الأول. بس stressed syllable معناها إزاي؟ زي هنا، زي كلمة attend. التي هنا الستريس على المقطع الأول. زي كلمة ايه تاني هنا؟ زي كلمة after، التي هنا stressed. زي كلمة attack، التي هنا stressed. فننطق كده بعض الكلمات وننطقهم ان التي هنا هتيجي في أول الكلام أو في المقطع اللي هو في stressed عليه هتتنطق تي. زي كلمة attend، time، table، task، to-do list، talk، tender، after، terminology، top، to، test، T، tail، traffic، attack. تاني صوت معانا لصوت حرف التي وهو التي equal D أو الفلاب تي. طب أنا بستخدم الفلاب تي إمتى؟ ودي حاجة معروفة جدا. التي between two vowels، ونركز between two vowels، تمام؟ لأن بعد شوية هناخد التي لما هتيجي ما بين حاجة تانية. اوكي؟ وايه هما الفاولز؟ الاي والاي والاو واليو والاي. يبقى التي لو جت ما بين حرفين
متحركين، ودي الحروف المتحركة، وهضيف عليهم صوت الواي لأن في بعض الأوقات حرف الواي بيجي كأنه صوت متحرك وليس صوت ساكن، فده كده هتتنطق كأنها دي. وده أنا مش بستخدمه في الكلمة فقط، يعني أنا ناس كتير بتقولها university هي صح، بس الأصح منها واللي أنا أبقى native speaker university. برضو مش بقولها get up، لا هي get up. عشان كده الناس اللي هي مش بتفهم هما بيقولوا ايه، عشان هما بيشبكوا الكلام في بعضه، وده مستوى تاني للناس اللي هي هتكمل. فاسمها get up، اسمها it is مش it is. ما اسمهاش opportunity، اسمها opportunity. quality، a lot of، ability، great idea، put it on، مش put it on، put it on. what if، meeting، اتنطقت حلو meeting عادي جدا بس meeting. attitude، city، whatever. بعد ذلك مكررة كلمة meeting تاني. relative، party، 40، 30. caterpillar، what are you doing، what are you doing. فكده ال T between two vowels هتبقى D. ومش في الكلمة بس، لأ، عشان أعمل linking للكلمات. طب تاني صوت معانا إن ال T هتبقى equal D إمتى؟ after a vowel plus R، يعني هيجي T vowel plus R. better، butter. وده هنا الفرق في الفاولز، بس دي هي better، better، butter. daughter، editor. هي ما اسمهاش editor، لا عادي الاتنين صح، editor أو editor. matter، ladder، quarter، charter، sweater، doctor. ناس كتير بتقولها دكتور وصح doctor. letter، heater، better، water، computer، hotter، matter، meter، sitter، parter. تمام يا شباب؟ فده كده صوت ال T vowel R هتبقى D. بعض الناس هيقولوا الكلام دوت يعني مستغربينه جدا، احنا ما كناش بنتعلم انجليزي، عادي جدا، دي الامريكان اكسنت. عندي بس ملاحظة بسيطة جدا، في البريتش اكسنت هتلاقوا التي بتتنطق عادي جدا، وبعض الناس بتنطق التي عادي جدا، اوكي؟ بس الفكرة الأصح ايه اللي أنا هقولها لدي، تمام؟ حاجة تانية في البريتش اكسنت عشان نعرف الفرق ما بين الأمريكان والبريتش، إن حرف الآر لما بيجي في الآخر أنا ما بنطقوش، ده في البريتش اكسنت. أما في الأمريكان لأ، إحنا بننطقه بقوة. حرف الار في البريتش اكسنت انا ما بنطقهاش، يعني انا مش بقول كمبيوتر، ده كده امريكان. البريتش بينطقوه ازاي؟ كمبيوتر، واتر، هتا. الار شبه مش منطوقه، هي مش بتتنطق، ورجعوا اسمعوها تاني في الديكشنري مش هتلاقوها بتتنطق. فدي كانت ملحوظه على السريع. تالت صوت لحرف الار بيتنطق زيه بالظبط كأنه هو دي، اوكي؟ وده هنا لما بيكون تي vowel plus L أو T L plus vowel، ده كده ساعتها هيتنطق D. فأنا بقول settle، bottle، fuddle، total، middle، rattle، little، tidal، battle، hospital، capital، turtle. برضو حرف ال T في بعض الناس بينطقوه T عادي، يعني لو جيت سمعتوه تاني هتلاقوها little، title،
battle عادي، hospital عادي، بس ده في ال British accent. أما في ال American accent وإحنا بنتكلم بسرعة هتبقى دي. خلونا نعمل مراجعة سريعة كده. إحنا أخدنا إيه لحد دلوقتي؟ أخدنا أول صوتين فقط من حرف ال T. بيتنطقوا إزاي؟ أول حاجة كانت ال T equal T، وتاني حاجة كانت ال T equal D. وفي ال T equal D أخدنا ليها 3 حالات. أول حالة كانت لما بتكون ال T between two vowel sounds، أوكي، زي ال A وال E وال O وال U وال I، وأضفنا إليهم ال Y، ساعتها هتبقى D. وتاني حالة أخدناها لما ال T plus vowel plus R هتبقى برضو D. وتالت حالة أخدناها ال T plus vowel plus L or T plus L plus vowel هتبقى D. خلونا نشوف تالت صوت لصوت ال T بيتنطق ازاي، وهو الحقيقة مش هيتنطق خالص، هيبقى الحمد لله silent، مش هننطقه هيسكت خالص. اوكي، خلونا نشوف لأن هو برضو ليه أكتر من حالة. وده تالت صوت لحرف التي، وتالت صوت لحرف التي هو silent، هو مش هيتنطق خالص. قاعدة بسيطة كده قبل ما نبدأ في حرف التي ونعرف ليه هو silent، خلينا متفقين إن التي لو جه between two consonants، يعني صوتين ساكنين، التي مش هتتنطق. فعشان نلخص المواضيع، عشان في السايلنت في كتير، فالتي لو جت between two consonants التي مش هنطقها خالص. خلونا نشوف القواعد. أول حاجة التي لما تكون عندنا في نهاية مقطع STLE، ساعتها التي أنا مش هنطقها، زي كلمة إيه؟ زي كلمة أباص، bustle، castle، gristle، hassle، nestle، pestle، wrestle، thistle، wrestle. خلينا نتكلم ونقول التي لما هتيجي قبل حرف الN هتبقى silent. هل ده قاعدة؟ لأ، ناس كتير هتقولها لك international التي مش هتتنطق، interview، internet، interesting، ده كده صح، التي silent. وفي ناس تانية هتقول طبعا لأ، التي بتتنطق، interesting، interview، international، internet. كده صح وكده صح. التي اتنطقت في internet و international it's okay. مش عايز تنطقها وتبان professional أكتر it's okay. بس لو انت رحت شفتها في القاموس هتلاقيها عادي بتتنطق، التي بتتنطق عادي في international و interview وأي حاجة أولها مقطع inter عادي جدا. بس to be professional more خليها silent. international، interview، internet، interesting. تاني حاجة في السايلنت تي لما هيجي after n، لو التي جت بعد حرف n أنا مش هنطقها، وده برضو اللي بيطبق على كلمة international و interview و internet. بس برضو هنا ازاي؟ زي كلمة wanted، ناس كتير بتقولها wanted، هي wanted. granite، center، ناس كتير برضو بتقولها center وصح مش غلط center. advantage برضو صح، و advantage برضو صح. 20 printer، printer، وساعات برضو في ناس بتقولها printer. inner، اوكي، او enter، بس الاصح inner. فالتي لما هتيجي قبلها حرف n التي ساعتها مش هتتنطق. تالت حاجة وهي silent t لما يكون في مقطع STEN، STN التي مش هتتنطق. christen، glisten، listen، chasten، fasten، hasten، moisten. أما بالنسبة للسايلنت FT، السايلنت FT ليها صوتين، في ناس بتقولها عادي جدا زي البريتش دايما بيقولوها often، أما الأمريكان often. برضو نفس الموضوع soften و soften عادي جدا American و British. نيجي بقى للسايلنت تي في آخر الكلام. في بعض الكلمات كده التي فيها بتيجي في الآخر ما بنطقهاش، زي كلمة ايه؟ زي كلمة ballet، chalet اللي هو الشاليه،
chalet, gourmet, rapport, ricochet. وريكوشي برضو التي ما بتتنطقش، بس في بعض البريطانيين بينطقوها ريكوشيت، بس عادي في الأصل لا، التي ما بتتنطقش في الأمريكان خالص. آخر حاجة في silent T، أوكي، وهنا التي لما هتيجي between two consonant أنا مش هنطقها، فأنا بقولها chestnut، mortgage، Christmas، friends. برضو ما اقتصرش اللي أنا بقول على الكلمة بس، لأ، بنعمل linking زي ما ذكرنا قبل كده. don't know، parents، postman. طبعا الناس بتقولها postman، هي اسمها postman. وده كان تالت صوت لحرف التي وهو السايلنت تي، ونراجع عليه مراجعة سريعة كده. وقلنا أول حالة لما الاس تي ال اي هتيجي المقطع الأخراني في الكلمة فالتي مش هتتنطق. كمان أخدنا تاني حاجة إن التي لما هتيجي قبلها حرف ان برضو مش هتتنطق. وأخدنا كمان تالت حالة ليها لما هتيجي مقطع اس تي اي ان برضو التي مش هتتنطق. برضو أخدنا إن في بعض الكلمات لما بتكون في آخر الكلمة، أوكي، التي لما تيجي في آخر الكلمة التي مش هتتنطق. كمان أخدنا التي between two consonants فالتي مش هتتنطق، أوكي، ودي كانت الحالة الأخيرة. أشوفكم على خير في part 2 من التي sound وهنعرف أكتر عنها.